ما هو مش بالصدفة، ولا بالجن ولا عفاريت، ولا بالتوفيق يلا بينا بقى ربنا يكرم الاهلي. لا لا لا، الموضوع مش كده خالص. الاهلي شئت ام ابيت لازم تعترف انه انجح حاجة في الكرة المصرية. حد هيقول دلوقتي انت جاي تطبل للاهلاوية بقى او جاي تغيظ الزملكاوية، باين عليك. لا 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 خالص. الاهلي متعود على المواقف الكبيرة. الاهلي زي اي نادي في العالم فيه مشاكل، ولكن مشاكل الاهلي ملهاش علاقة بالكورة. عايز اقولك لو انت اهلاوي لازم تفتخر بفريقك. انت الماتش اللي جاي هتلاعب ريال مدريد، معلكش اي ضغوط، يعني العب براحتك. كسبت ريال مدريد فانت عملت انجاز تاريخي يفضل في الاذهان لسنين طويلة. خسرت من ريال مدريد محدش يقدر يعايرك يقول لك يلا خسرت من ريال مدريد، مفيش الكلام ده. برضه انجاز انك تقابله في بطولة رسمية في كاس عالم للأندية، انت بتعمل تاريخ. خلاص. الاهلي في الماتش اللي جاي يعمل اللي هو عايزه. الجمهور مرضي. الجمهور مرضي باي نتيجة. طبعا الجمهور نفسه يكسب. طبعا، بس لو ما كسبش هنزعل، بس مش اللي هو الزعل القاتل زي ما تكون خسرت النهارده مثلا. سيبك بقى من الكلمتين دول، حطهم على جنب وتعالى نتكلم في الاهلي كسب ليه، او الاهلي وصل للمكانه دي ليه. الاهلي اجتهد في دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه على التوالي، ووصل للمباراه النهائيه بعد ما كان كسب البطوله في اخر نسختين، وكان قاب قوسين او ادنى انه يكسبها للمره الثالثه على التوالي، ويبقى انجاز تاريخي ما حصلش في القاره قبل كده، ويكسر الرقم بتاعه هو انه خدها مرتين على التوالي. اي نعم، انه مرتين على التوالي مش رقم للاهلي لوحده، ولكن مسجل باسمه مع انديه تانية. ولكن عايز اقول لك ان الاهلي لما اجتهد ووصل للماتش النهائي ما خسرش في النهائي ظلم ولا قدر الله. الاهلي خسر كرة القدم. تشاء الظروف علشان الكورة، وربنا دايما بيوفق المجتهد، ان البطولة تتنظم في المغرب، والوداد اللي فاز على الاهلي في النهائي وبقى بطل افريقيا يلعب في البطولة بصفته صاحب الدولة المضيفة، والاهلي يجي كوصيف، كممثل للقارة الافريقية. يعني البطولة جات له لغاية عنده. هو اجتهد ولعب الماتش النهائي وربنا ما وفقوش، يقوم القدر يلعب لعبته ويقول له تعالى يا اهلي انت ضيف. دايما في كاس العالم للانديه ما يخلصناش نلعب من غيرك، تعالى. ويلعب اول ماتش مع اوكلاند اللي بيجي ضيف شرف كل سنه، وعمره ما خد مركز افضل من المركز السادس او السابع في البطوله، يا اخير يا قبل اخير، ونكسبه 3-0 زي الفل وبماتش استعراضي حلو جدا. نلعب قدام سياتل مش افضل ماتش، كنا ممكن نخسر في الشوط الاول، وكنا ممكن نخسر طوال المباراه، كنا الشوط التاني كنا افضل كتير جدا. ولكن عايز اقول لك سير الاحداث، ركز معايا في الاحداث. الاهلي كسب النهارده مش عشان هو اجمد فريق، ولا علشان هو كان افضل من سياتل. الاهلي كان افضل كخبرات، كاراده، كشخصيه فريق عايز يكسب. لعيبه سياتل وهي بتلعب لو كسبت بتعمل انجاز تاريخي، ولو خسرت محدش هيلوم عليها، لانها اول مره في تاريخها تلعب كاس عالم انديه، اول مره في تاريخهم ياخدوا الكونكاكاف. ففريق طموحاته ما وصلتش للليفل ده. لكن تحط نفسك قدام الاهلي، لا، طموحات الاهلي وجمهوره واصله الليفل انه ياخد البطوله. هتقول انت اتجننت، ولا اقول لك لما فريق يلعب في كاس عالم الانديه للمره الثامنه، عنده 3 ميداليات برونز، لازم يحلم بالمباراه النهائيه، فضيه او ذهبيه، ده حقه اللي محدش يقدر يمنعه منه، لانه عنده سوابق كويسه في البطوله. ممكن واحد يقول دلوقتي الاهلي هو اكتر فريق في كاس العالم للانديه خسر، صح، ولكن الاهلي هو اكتر فريق في كاس العالم للانديه يشارك ويكسب. طبعا هو اوكلاند اكتر فرقتين شاركوا، ولكن اوكلاند قدام الاهلي صفر على الشمال. الاهلي اكتر فريق يفوز في كاس العالم للانديه. الاهلي مسجل بهدف النهارده 21 هدف في كاس العالم للانديه، يعني الاهلي بيعمل ارقام قياسيه في بطوله عالميه. لازم تقول للاهلي مبروك، سواء كنت اهلاوي او زملكاوي. لازم تعترف ان الاهلي هو انجح حاجه في الكره المصريه. لازم تعترف ان اي حاجه في مصر ليها علاقه بالكوره لازم تبص للاهلي وتاخده مثال حي. حتى منتخب مصر، منتخب مصر اللي بقاله 13 سنه ما عملش اي انجاز غير انه وصل نهائي افريقيا وما خدهاش، وراح كاس عالم في 2018 ويا ريتنا ما رحنا، لان رحنا فضحنا نفسنا ورجعنا. نادي الزمالك المحترم الكيان الكبير في اخر 20 سنة تقريبا ما خدش غير كونفدرالية على 2 دوري، او انا ما بتكلمش محليا، انا بتكلم على البطولات القارية، خد كونفدرالية. يعني افريقيا قاريا خارج مصر،
الاهلي هو انجح حاجه مش في السنه الاخيره، في السنين الاخيره كتير عد جدا. تاريخ الاهلي مليان. ليه؟ لان الاهلي يختلف عن اي نادي في مصر وافريقيا ان مشاكله ملهاش علاقه بالكوره. هتقول لي يعني الاهلي فيه مشاكل؟ اه طبعا في مشاكل. هو في نادي ما فيهوش مشاكل؟ ولكن في فرق بين انك تعرف تداوي مشاكلك وتخليها جوه منظومتك ما تأثرش عليك خارجيا، وفي فرق بين انك تفضح نفسك وتشتت فرقتك. شفنا في نادي الزمالك المحترم الكبير لما يطلع رئيس نادي بعد هزيمة فريقه ويقول ان انا عندي 2 لعيبة حللت لهم طلعوا شاربين حشيش. يا سيدي شاربين حشيش او شاربين زفت على دماغهم. مفيش رئيس نادي يطلع يقول كده على لعيبته. عاقبهم منك ليهم جوه محدش يشوف الكلام ده. عايز ايه من لعيبه بيطلع رئيس النادي بتاعهم يقول اي حاجه حصلت من اي لعيب على الهوا قدام الناس وهبطله كوره وهمشيه وهجيبه وهوديه؟ الزمالك مشكلته اداره مش لعيبه. الكره المصريه مشكلتها اداره. اتحاد الكوره تبص لحاله تلاقيه حاله زي حال نادي الزمالك، زي نادي الاسماعيلي، زي كل الانديه اللي بتعاني من الادارات اللي بتختلف. او لو اداره مستقره فهي اداره مستقره بانها قاعده، لكن مش مستقره كاداء وكاداره. مفيش. الاهلي هي المنظومه الوحيده. عمرك شفت اداري في الاهلي مشي من النادي وجي واحد مكانه فطلع الاداري ده يخبط في الاداري اللي قاعد مكانه على الكرسي؟ ما حصلش. عمرك شفت رئيس نادي اهلاوي طالع يقول المجلس اللي كان قبل مني بهدل النادي وسرقني وحرامي وبلطجي وهسجنه؟ ما حصلش. الاهلي في مشاكل، ولكن بيعرف يسيطر على النادي بتاعه ويخلي المنظومه الرياضيه ملهاش علاقه باللي بيدير. اللي بيدير بمشاكله في حته تانية، والكوره بفريق الكوره بالمدرب بالجهاز الفني باللاعبين في حته لوحدهم. ده النجاح. اجتهد واعمل اللي عليك ربنا هيوفقك. ده عنوان اللي بيحصل من الاهلي في كاس العالم للانديه. جمهور الاهلي افتخروا بفريقكم واحلموا بماتش ريال مدريد واحلموا بكل حاجه. محدش يقدر يقولك ما تحلمش. قول اكسب ريال مدريد. اعشم في ربنا في فريقك. روح بخيالك لبعيد. ايه المشكله انك تكسب ريال مدريد؟ ما انت كسبته في 2001 في ماتش ودي. وريال مدريد في 2001 كان قد ريال مدريد بتاع دلوقتي 100 مره. ريال مدريد 2001 كان روبرتو كارلوس ولويس فيجو وزين الدين زيدان ورونالدو وبيكهام وراؤول جونزاليس. اساطير النادي الاسباني. اه ما كانش ماتش رسمي، كان ماتش استعراضي، ولكن الاهلي لعب فيه كوره حلوه وكسب. الماتش اللي جاي هيبقى مختلف، ماتش رسمي. ريال مدريد متعود لما يروح كاس العالم للانديه لازم ياخد البطوله، ولكن انت مش فريق قليل. المستوى اللي كنت بتشوفه في التلفزيون هتقابله في الملعب. لعيبه الاهلي لما واحد كان بيسالكوا نفسك يبقى زي مين بتقول زي فلان وعلان اللعيبه اللي بتلعب في المستوى ده. دلوقتي انت بتلعبه على ملعب واحد 11 قدام 11. ايه؟ هتسيب الفرصه تعدي كده منك؟ اعمل اللي انت عايزه. لو كسبت ريال مدريد فهو مجد بيتحط على دماغك لغاية لما تموت، ولغاية لما يجي بعد منك ناس تحكي فيه مليون سنة. ولو خسرت محدش هيعايرك بانك خسرت من ريال مدريد. يكفيك شرف انك بتلعب مع ريال مدريد في بطولة دولية زي دي، كأس عالم للأندية. فاعمل اللي انت عايزه. الضغط كله عند ريال مدريد مش عند الأهلي. مبروك للأهلي، مبروك للأهلاوية. ويا رب كل مصر تتعلم من الأهلي. مش علشان أهلاوي بيطبل للأهلي، ومش علشان زملكاوي بيحزن الزملكاوية على حالهم. دلوقتي احنا المفروض كلنا نشجع النادي الأهلي. كفاية تعصب. كفاية ان احنا لما نلاقي حاجة ناجحة واحنا مش تبع المنظومة دي نحاول نفشلها ونوقعها. نتعلم من بعض. نبص لبعض نشوف الحلو فين وناخده من بعض. ليه نشتم وليه نتعصب وليه نعمل مشاكل؟ الدنيا ابسط من كده. الاهلي بيلعب كوره حلوه في كاس العالم للانديه. الاهلي بيعمل نتائج مشرفه. الاهلي النهارده بيسجل الفوز رقم 9 في كاس العالم للانديه. كسر الرقم بتاع ريال مدريد بتاع برشلونه اكتر فريق كسب بانه كسب 8 مرات. الاهلي النهارده 9 فوز. مسجل بهدف النهارده 21 هدف. ارقام في كاس العالم للانديه. افرح وشجع الاهلي. شجع فرقتك ايا كانت هي مين، ولكن ما تحرمش نفسك حق التشجيع لفريق يشرف، هو النادي الاهلي. شكرا جدا، واستنوني في فيديو جديد. سلام عليكم.